ليالي ديسمبر. اسمعوا هذه ألذ وصفة ممكن تسوونها بالليالي الشتوية. هذه وصفة كذا حنونة ولذيذة لذيذة مرة، عشان كذا قررنا نسميها ساندويتش ليالي ديسمبر. عندي هنا صدور دجاج تبلتها ببودرة البصل والبابريكا والملح. استخدمت هذه البهارات مرة طايحة عليها من فريشلي ولذيذة. إذا ما عندكم حطوا بهارات إيطالية. أضفت عليهم ملعقة صغيرة من الثوم المهروس وملعقة كبيرة من بيستو الطماطم المجففة. إذا ما عندكم حطوا معجون الطماطم. آخر شيء رشة من الفلفل الأسود وأحط عليهم زيت زيتون وراح نخلط كل شيء مع بعض. تسألوني دايم كيف الدجاج ما يلزق عندك بالقدر. لازم الطاوة تكون مرة حارة، بعدها أضيف عليها الزيت وبعدها أحط عليهم صدور الدجاج. بعد ما أحط الدجاج أخلي النار على درجة حرارة متوسطة وراح أطلع الدجاج إذا استوى وأخذ لون زي كذا. وفي نفس الطاوة أو في نفس القدر اللي عليه تحمير الدجاج راح أحط حليب. أضفت على الحليب خلطة البشاميل الجاهزة، وتقدرون طبعا تسوون البشاميل اللي في البيت. أضفت بودرة بديل الماجي أو تقدرون تحطون نص مكعب من مرقة الدجاج، ملعقة ونص من الجبن الكريمي اللي هو الكريم تشيز. أضفت كمية من جبنة البارميزان وبودرة الثوم، وبكذا احنا سوينا بشاميل الفريدو صوص. مرة طعم الصوص لذيذ. وهنا قطعت الدجاج بعد ما ارتاح بهذه الطريقة. جبت خبز صامولي وقسمته بالوسط، وأحاول أفرغ كمية بسيطة من الخبز اللي موجودة بالداخل، لا تشيلون كمية كبيرة، بس كذا يكون في تجويف خفيف. راح أضيف بكل خبزة صوص البشاميل أو صوص الألفريدو، بس لا تكترون عشان الخبز ما يطلع معاكم طري. بعد أول طبقة راح نحط قطع الدجاج اللي قطعناها بهذا الشكل. راح نحط كمية من الصوص فوق الدجاج. بعد آخر شيء على الوجه نضيف الجبن والبقدونس الفريش. بالنسبة للأجبان استخدمت الموتزاريلا مع الشيدر، وندخلهم بالفرن لما تذوب عندنا الأجبان. وهنا أول ما طلعت من الفرن يا ليت الريحة توصل لكم أو يا ليت الطعم يوصل لكم. وباقي الصوص أضفته على جنب للي يبي زيادة. وعلى الوجه مكون اختياري أضفت بطاطس عيدان. تقدرون تاكلون الخبزة كاملة وتقطعونها بهذه الطريقة. مرة لذيذ الساندويتش هذا، أتعب وأنا أقول لكم لذيذ، وبالعافية عليكم مقدما للي بيجربونه. سمعت؟ كاستين مي، خميره، معلقه سكر كبيره، خلطهم الملح مع بعض، معلقتين لبن كبار، نص كاسه زيت نباتي وخلطت معه شوي من زيت الزيتون، 3 معالق من الحليب البودره، اضيف له طحين وبعجن. طبعا لا ننسى رشه الملح بطرف المعلقه الصغيره بيكنج باودر. اما بنعجن بالعجانه او بايدنا. الكاسه السادسه بضلها تلزق بايدكم وانتم بتعجنوها. بنغسل ايدينا وبنحط عليها نقطه زيت وبعدين بنلم العجينه. حطيناها بالنايلون، رح نخليها بالمطبخ تقريبا ساعه بقلب نص شويك. هلا بحط العجينه اللي فردتها، نشيل العجين الزايد وننزلهم، نحط لهم شويه حليب فرن، نحمرهم فوق ضراوه محلاها. هذه وصفة أول يوم رمضان يا بنات، تواجه والله لذيذة مرة. اسمها بيتي كباب. فرمت البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي فرم خشن. هنا اللحمة المفرومة دبس فلفلة وبهارات ودهنة، عجنتها. هنا فردت الخبز الصاج، وزعت عليه اللحمة المفرومة، لفيتها على شكل رول، وبعد ما لفيتها لصقتها بدقيق وموية. بعدين دصصتهم قطع متساوية، جزء منه احتفظت فيه بالفريزر، والجزء الثاني دهنته بزيت زيتون ودخلته القلاية الهوائية. هنا الصوص الأبيض والصوص الأحمر، راح أكتب لكم طريقتهم. هنا وزعت الصوص الأبيض طبق التقديم والصوص الأحمر، وفوقهم البيتي كباب، وزينتهم بالبقدونس، وقدمتهم بألف هنا وعافية. يا بنات لازم تجربونها، ولا تجي واحدة تقول لي كيف يستوي اللحم من جوا، راح يستوي ومرة لذيذ. الطريقة راح أكتبكم إياها في صندوق اللي يسيك تعب الفطور. لذيذ وسهل ويسرسها، مقاديره متوفرة بكل بيت. بسكويت مغمس بالحليب، هنا دريم ويب وقشطة، حليب باودر وضرب كريم كراميل وحليب سايل. بعدين طبقة ثانية من البسكويت المغمس، بعدين طبقة ثالثة من نفس الخليط الأولاني، هي الطبقة الأخيرة دريم ويب وحليب وقشطة وفينتو. دخلته بالثلاجة وزينتهم بتوتيات، ترى مرة تفرق في الطعم وتعطي لذاذة مو طبيعية. الطريقة بالتفصيل. اليوم راح نبدأ سلسلة وصفات رمضان. اليوم راح أسوي معاكم وصفة مرة لذيذة، صينية مكرونة بالدجاج والفطر. يا بنات مرة سهلة ولذيذة، والأهم ما فيها مواعين. شوحت البصل والثوم مع قرن فلفل بشوية زيت زيتون وزبدة. أضفت الدجاج والفطر، وهنا البهارات رفعتهم من على الطاوة. هنا أضفت زيت زيتون وزبدة والثوم والمكرونة، مكرونة لسان العصفور، ضفت لها مرقة الدجاج. هنا كريمة الطبخ، نحركهم شوي، بعدين أضيفهم في صينية التقديم وعليهم الحشوة ومكرونة مرة ثانية، وبعدين أجبان، وبعد الأجبان نضيف شوية كريمة وندخلها الفرن. وهنا بعد ما نضجت وقدمتها بألف هلا معاكم بمناسبة اليوم الوطني مبروشة التمر، ذهبية ولذيذة وسهلة يا بنات. أول شيء راح نضيف الزبدة والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخفقهم تمام.
وبعدها نضيف لها الدقيق. بعد ما نضيف الدقيق نعجنها بس ما نبالغ في العجن مثل ما انتم شايفين. ناخذ منها جزء نكور مغلف وبناء وندخله الفريزر. الجزء الثاني فرطته وحطيت عليه تمر، وهنا برشت الجزء اللي جمدته في الفريزر، وبعدها ندخله الفرن. وهنا بعد ما خرجتها من الفرن يا بنات الريحه مره لذيذه، لازم تجربونها. الطريقه راح تطلع معاكم ومعي بطريقه مميزه ولذيذه وألذ من اللي يقدمونها في البوفيهات. راح ادهن عجينه الجلاش بالسمن والزبده ونصفها في الصينيه وندخلها الفرن. بعد كده نجهز خليط التسقيه عباره عن حليب سائل وكريمه خفق وحليب نستنى، نخلطها نسقي فيها الجلاش بعد ما نخرجها من الفرن. بعد كده اضيف المكسرات اللي انا احبها وانتم ضيفوا اللي تحبونه. بعد كده اكتمها بالقصدير شوي عشان تثقل، وبعد كده اقدمها وبالعافيه عليكم. جدا لذيذه ومميزه الطعم. راح اكتب لكم طريقه صندوق الوصف تحت، ولا تنسوا من التعليقات الحلوه واللايك، وشكرا لكم الى اللقاء، مع السلامه. معكم كيكه قدره الكادر بطريقه سهله ولذيذه. على فكره في ناس يسموها شوكو فلان. اول شيء نكمل السكر بعد ما يتكرمل ويذوب ويصير ذهبي نصبه في قالب. بعد كده نحضر الكريمه، بيض وحليب مبخر وحليب مكثف وجبن كريمي وفانيليا، نخلطهم ونصفيهم ونصبهم على الكريمه وندخلهم الفرن في حمام مائي. هنا سويت خليط الكيكه الجاهزه اللي هو بالشوكولاته. بعد كده اصبه على الكريمه وندخلهم الفرن مره ثانيه. وهنا بعد ما بردتها وقلبتها وزينتها مره شكلها يواجه ولذيذه يا بنات وتسرسح ومضبوطه 100%. على فكره الطريقه راح اكتب لكم اياها صندوق. راح اسوي معكم هذه السندوتشات اللذيذه بخبز التورتيلا على شكل التاكو، البصل مع زيت الزيتون والدجاج والفلفل الرومي والصويا صوص والبهارات وشرايح الجبن. بعدين هنا صبيت اللبن وغمست فيه خبز التورتيلا، وبعدها في الدوريتوس انفتت. بعدها رصيتهم في شبك الفرن لحد ما أخذت هذا الشكل، وحشيتهم وزينتهم بالهالابينو والخس والرانش. جربوها يا بنات، لذيذه وسهله. من النوم ومحتاج تسوي حل اليوم، هذا الحل سهل وفخم ولذيذ وكل مقاديره متاكده انه موجود عندك في المطبخ. راح استخدم خليط الكيك من بيت كروكر، راح اسوي نفس ما مكتوب على الكرتونه، البيض والزيت والمويه، نخلطهم زين ونصبهم في الصينيه وندخلهم الفرن. في هذا الاثناء راح اسوي خليط التسقيه سهل، حليب وشراب التوت، نخلطهم زين ونصبهم على الكيكه بعد ما تستوي نكون مخرمينها بهذا العود شايفين، وبعدها ندخلها الثلاجه. في هذا الاثناء راح اسوي الطبقه الاخيره، كريمه الخفق للتزيين من بيت كروكر. بعد ما خلطها مع حليب بارد هنا نواسيها على الكيكه، وبعدين ندخلها الثلاجه تبرد ونزينها ونقطعها وبالعافيه. مره سهله يا بنات ولذيذه وتواجه، خاصه بتروحين عند الحموله. الوصفه طعميه ولذيذه مره كذا، نكهات تحسون تاكلونها في مطعم، مره بتعجبكم. اول شيء راح نسوي صوص السلطه اللذيذ. لمحضره الطعام اضفت رانش وخردل وأضفت ملعقتين من هذا النوع من الجبن الكريمي. طبعا تقدرون تضيفون أي نوع جبن كريمي متوفر عندكم. أضفت ليمون وملح وفلفل أسود، كمية من جبنة البارميزان المبشورة، وراح نخلطهم في محضرة الطعام لما نوصل لهذا القوام، وبكذا الصوص حقنا صار جاهز. وهنا الجزء المهم، هالمكون تقدرون تستغنون عنه ولكن إضافته مرة راح تفرق بالسلطة، اللي هو شرايح لحم بقري مدخن أو البيف بيكن. وحته بشوي زيت لما صار عندي كذا كريسبي. هنا أنا عندي اللحم مو مملح فأضفت له ملح وفلفل أسود. في صحن التقديم أضفت باستا وبطاطس مسلوقة. بعد ما أسلق البطاطس وهي حارة أضيف عليها خل التفاح كذا تعطيني حموضة حلوة. وهنا أضفت البازيلا والجزر سلقتهم وأضفتهم. أضفت نص تفاحة خضراء قشرتها وقطعتها كذا صغيرة وأضفتها للسلطة، مرة راح تعطي نكهة لذيذة للسلطة. أضفت بصل أخضر وشبت وبقدونس. 3 بيضات مسلوقة قطعتها بهذا الشكل وأضفتها للسلطة. وأضفت هنا البيكن اللي حمصناه قطعته كذا صغار وأضفته من فوق. المكونات هذه إذا انخلطت مع بعض راح تعطيكم نكهة مو طبيعية. وآخر شيء راح نضيف الصوص واخلطوا السلطة مرة زين واستمتعوا بالطعم. طبعا أنا هذه السلطة ما أعتبرها سلطة، أعتبرها وجبة لأنها صدق مرة لذيذة ومرة تشبع. يلا يا جماعة اذكروا الله، اذكروا الله ووحدوا. إبداعاتي يا إبداعاتي، لمساتي يا لمساتي. يا جماعة أحس إني مبدعة، كيف إني أخلي الشيء البسيط ينطق. تتفقوا؟ اليوم ألذ توفية بيكونها وسهلة. شايفين كيف الطراوة؟ نبدأ هنا بطريقة، هنا الحليب المحمص والبيض والسكر والزيت والقشطة والفانيليا، نخلطهم زين ونصب نص الخليط في القالب وندخله الفرن. وهنا بعد ما استوى نصب عليه الخليط الأبيض، حطيت لكم صندوق الوصف. وهنا نص الكمية المتبقية اللي حطيناها في البداية. وهنا الشكل النهائي اللي صباح ونشتغل. حتى الملك، أنت مين؟ أنت مين عشان ما تشتغل؟ أنت مين عشان تبغى شغل خفيف وشغل كذا، يعني شغل دلع وشغل؟ ما عجبك الشغل قدم استقالتك، روح اقعد مقعدك يتمنونه كثير من الناس. ستوب انه انت تسب وظيفتك وتشتم في وظيفتك. عيب عيب عيب. طاقتك هذا مكانك اللي انت قاعد. ألذ وأسهل لازانيا بدون سلق. هنبدأ أول شيء نشوح البصل والثوم في زبدة كمية كثيرة يعني مع شوي زيت زيتون، وبعدها ننزل عليه الدجاج، إما تطحنونه في البيت تفرمونه أو ممكن تاخذونه من السوبر ماركت جاهز. وبعد ما يتشوح الدجاج مظبوط نضيف له البهارات المشكلة والبابريكا والبهارات الإيطالية، وهنا الريحة ما أحكي لكم. وبعدها على طول في الصينية حننزل طبقة بشاميل، وبعدها مكرونة بدون سلق، هي موجودة في السوبر ماركت مكتوب عليها بدون سلق ولا تحتاج إلى سلق. وطبقة صوص طماطم، حتى صوص الطماطم ناخذه من السوبر ماركت جاهز، وإذا أنتم حابين تسوونه في البيت عادي تسوونه بس ما يحتاج. كذا دخلتها الفرن بعد ما رشيت عليها جبن شيدر. ما أحكي لكم هنا عن الريحة مرة تجنن.
بس اهم شيء تزودون كميه الصوصات عشان تستوي اللازانيا وتطلع معكم. جربوا شفت واحده تسويها ومن يومها وانا طايحه عليها. في صينيه تدخل الفرن راح نحط ورق زبده وراح نحط شويه من زيت الزيتون واي نوع بهارات تحبونها واي نوع اجبان انتم تحبونها. انا هنا سلكت زهره وضغطتها بالكاس وفوقها اضفت بعد اجبان. نفس الحكايه سويتها مع البروك، هذا النوع استثنائي بعد نفس الطريقه، ولكن انا هنا حطيت بهارات ايطاليه وزعتر بلدي. جبنا بالترافل بعدها حطيت الفطر ومن فوق اضفت نفس نوع الجبن. وراح نحط من فوق نفس رشه البهارات اللي حطيناها. ندخلها بالفرن لين تذوب عندنا الاجبان وكذا تاخذ طبقه خفيفه من فوق. نستناها لين ما تبرد تماما ونقدمها على طحنه شوي دسمه بس مره لذيذه. اللي ما يحبون الخبز مره راح تناسبكم هذا الوصفه. الفطر وجبنه الترافل